يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض طبق مهم قوي في العزومات او في الافراح، وهو الرز بالخلطه. طبعا مهم جدا ان احنا نحطه كده في وسط السفره جنب اي اصناف تانية. هقولك ازاي تعمليه بكل سهوله بدون اي تعقيد. وهقولك ازاي كمان نتفادى كل الاخطاء اللي بتقابلنا، زي ان الرز يعجن او مثلا الكبد تتهري او حتى الزبيب يفرقع كده وما يبقاش شكله حلو. تعالوا نتابع مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هستخدم 3 كوبايات من الرز البسمتي، طبعا مغسول ومتصفي كويس قوي ومنقوع لمدة نص ساعة. الرز البسمتي اللي انا مستخدماه هو رز ذهبي مش ابيض، اهو زي ما انتوا شايفين كده مفهوش ولا نقطة مية. والتوابل اللي هستخدمها هتكون قرفة، وكمان ملح وفلفل ورق لورا وحبهان. ومعايا 3 معالق من السكر، 3 معالق من الزيت، ومعايا كوباية من المكسرات. طبعا المكسرات اللي معايا لوز، بندق، ممكن سوداني، اي مكسرات عندك تنفع، بس طبعا تكون نية مش متحمصة. ومعايا كمان نص كوباية من الزبيب. ومعايا 6 كوبايات من الشوربة، لو عندك شوربة بط، شوربة حمام. لو ما عندكيش شوربة خالص ممكن مكعب مرقة مع مية برضو هينفع، هيكون كويس جدا. اول حاجه القوانص بتاعتي انا غسلتها كويس قوي ونضفتها من اي زوايد، وفي ميه مغليه على النار حطيت بصلايه، ورق لورا وحبهان، وهديها سلقه على النار عشان اتخلص من اي زفاره او اي زوايد فيها، هتطلع معانا نظيفه وزي الفل ان شاء الله. والكبد بتاعتي غسلتها غسله عاديه. وزي ما انتم شايفين كده القوانص، طبعا انا بعد ما اديتها سلقه لمده 10 دقائق كده على النار، رجعت شطفتها تاني وصفيتها وقطعتها. والكبد سليمه زي ما هي، ما قطعتهاش عشان ما تتهريش معايا. في حله بقى على النار حطيت 3 معالق من السكر الابيض، وهحط عليهم 3 معالق من الميه، وهبتدي ان انا اكرمل السكر بتاعي. طبعا الحله سخنه ونزلت عليها السكر مع ال3 معالق من الميه، وهسيب السكر بتاعي يتكرمل عشان يدينا لون حلو. اهو بصوا انا مش هقلبه ولا اي حاجه عشان ما يكلكعش. اول ما يبتدي يعمل اللون الذهبي الفاتح ده، هبتدي ان انا احط فيه معلقه خشب عادي جدا واقلبه بالراحه خالص لغايه ما ياخد اللون الغامق اللي انتوا شايفينه ده. بس طبعا انا بعد ايدي عشان لا قدر الله ما نتحرقش او اي حاجه، نتجنب السخونيه بتاعه السكر، بتكون درجه حرارتها عاليه جدا. فهبتدي ان انا انزل الشوربه بتاعتي بالراحه خالص. وبعد كده هضيف بقى المنكهات بتاعتي اللي هي القرفة والملح والفلفل الأسود مع ورق اللورة والحبهان، وهسيبهم ياخدوا غلوة حلوة قوي على النار لغاية ما أحس كده إن ريحة الشوربة طلعت وبقت ممتازة. في حلة على النار حطيت 3 معالق من الزيت، وهحط الرز البسمتي بتاعي، وهبتدي ان انا اقلبه كويس قوي في الزيت عشان يتشوح معايا كويس. طبعا في ناس هتسالني هتقولي انت ليه ما نزلتيش الرز في الشوربه اللي انا حطيتها على النار؟ هقول لكم لا، لان الرز لو نزل في الميه دي هتحسوا كده ان هو مسلوق، وهتلاقوه كده ملزق في بعضه شويه، مش هتحسوا ان هو مفلفل يعني. فانا عن نفسي بحب ان انا افلفل الرز الاول في الزيت كويس قوي لغايه ما يسخن وكل الرز يتغلف بالزيت. وبعد كده هدلق عليه المرقه بقى بتاعتي اللي انا عملتها. هبتدي بقى ان انا اصبها على الرز وهقلبه تقليبه حلوه كده، وهسيبه ياخد غلوه على النار. واول ما يتشرب المرقه دي هوطي عليه وهحط الشياطه وهسيبه بقى يستوي مع نفسه كده لغايه الاخر. في طاسه على النار هبتدي بقى ان انا اعمل الكبد والقوانص بتاعتي. حطيت معلقه من السمنه، هسخنها كويس قوي في الطاسه، وبعد كده هنزل القوانص بتاعتي. طبعا انا القوانص زي ما قلت لكم ان انا اديتها سلقه عشان اتجنب اي زفاره فيها.
هبتدي ان انا اشوحها الاول على النار لمده 5 دقائق كده، لان القوانص بتاخد سوا شويه اكتر من الكبد، فمش هنزل الاتنين مع بعض. يعني ركزوا قوي في التفاصيل دي عشان بتفرق جدا في النتيجه يعني. هضيف لها كده فصين توم او نص معلقه صغيره من التوم، هتعمل معايا ريحه حلوه جدا. وبصوا هشوحها معاها كده واديها تقليبه. بعد كده اول ما الاقي القوانص خدت معايا لون ذهبي فاتح كده، هبتدي ان انا اضيف الكبد بتاعتي عليها. وخلي بالكم الكبد ما بتتقلبش كتير، ما ينفعش ان احنا نقطعها لقطع صغيره، لو قطعتوها قطع صغيره هتتهري منك ومش هيبقى ليها اي ملامح، عشان كده انا سبتها الفص زي ما هو سليم. لو عايزين تقطعوها ممكن على قطعتين، يعني ده اقصى حاجه. تمام كده. طبعا الكبد بتلون على طول او بتاخد لون على طول، فانا وطيت النار وهبتدي بقى ان انا اتبلها بنفس التوابل اللي انا حطيتها في الرز، اللي هي ملح وفلفل ورشه قرفه. طبعا الكبد والقوانص مش هتاخد معايا يعني سوا على النار، مجرد 10 دقايق هتكون استوت. انا هوطي عليها لان طبعا القوانص واخده سوا في الاول، فمش هتاخد معايا وقت طويل يعني. اهو بصوا لونها بقى حلو ازاي. انا بوريكم طبعا الكبد سليمه ما اتهرتش، ما جابتش ميتها ولا اي حاجه. وحابه اقول لكم كمان معلومه مهمه جدا، اوعوا تحطوا الكبد مع الرز عشان بتزفر الرز، فلازم ان هي تستوي لوحدها والرز يستوي لوحده. دي معلومه مهمه جدا. في طاسه تانية على النار حطيت معلقه من السمنه وسخنتها كويس قوي، وهبتدي ان انا احمر المكسرات بتاعتي، اديها كده تشويحه حلوه لغايه ما ريحتها تطلع. وعلى فكره كمان ممكن ما تحطوش اي دهون، يعني ممكن ما تحطوش سمنه او زيت، لان هي المكسرات بيبقى فيها زيوت طبيعيه. تمام، هديها تقلبتين كده على النار. بس يا ريت ما تطولوش عليها النار، لان طبعا بتمرر، فاحنا مش عايزين نعلي النار قوي، يعني النار تكون وسط كده، واول ما تاخد لون ذهبي حلو اطفي النار. ومعلومه مهمه، لو الطاسه معدن كده زي بتاعتي انقلوها في طبق بسرعه عشان ما تتحرقش من سخونيه الطاسه بتاعتي. طبعا نيجي هنا بقى للرز، بصوا بقى حلو ازاي، استوى وبقى مفلفل وزي الفل. هبتدي بقى ان انا اشيل ورق اللورة والحبهان اللي انا حطيته. لو تفتكروا في اول الفيديو انا قلت لكم 3 ورقات من الحبهان و3 ورقات من ورق اللوري و3 عدد من الحبهان يعني. هبتدي بقى ان انا اضيف الزبيب بتاعي، وطبعا انا هحط الزبيب هنا عشان يستوي على البخار بتاع الرز. انا ما حمصتش الزبيب في الزيت عشان بيفرقع وبيتحروق مننا، فالطريقه دي ممتازه جدا ان الزبيب يطرى ويستوي وياخد من طعم الرز. هيكون حلو قوي معاكم. جربوها وقولوا لي رايكم. وبصوا الرز بقى مفلفل ازاي وحلو، مش معجن ولا لازق في بعضه ولا اي حاجه، بجد حلو جدا. كمان بقى ريحه القرفه مع الفلفل الاسود بجد كانت عامله يعني ميكس حلو جدا. هبتدي بقى ان انا اغرفه في السيرفيس بتاعي. هغرف كده الرز مع الزبيب، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف الكبد كده عليه. يعني اختاروا بقى الجارنش اللي تحبوه او الطريقه اللي تحبوا تغرفوها بيه، هتكون ممتازه معاكم. نصيحة تانية حابة أقولها لكم، يا ريت ما تكتروش التوابل قوي في الرز، لأن هو مش محتاج، يعني عشان تحسوا بالطعم بتاع الرز بالخلطة بلاش نضيف توابل كتير. هو النهاردة التوابل الأساسية اللي هنهتم بيها هي القرفة والفلفل الأسود. تمام. بصوا الطبق بقى شكله حلو ازاي. أتمنى إن الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، وهستنى رأيكم في التعليقات، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.